بصي بقى يا ستي، احنا كده خلصنا كل حاجه تمام التمام، وكل حاجه واقفه على الكعبيه تمام كده. عملنا فلفل الوان قطعناه جوانح اهوت. لو يا مساء الفل او يا صباح الفل على حسب ما بتشوفوا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، رمضان على الابواب، يتعاد علينا وعليكم الايام بخير يا رب. زي ما انتم شايفين بقى كده هنفرز شويه الحاجات الحلوه دي. هنفرز بسله وهنفرز سبانخ وخضار وفلفل الوان وطماطم، وهنعمل كمان جزر. يعني هنفرز الحاجات اللي انتي محتاجاها او الحاجات اللي انتي بتستخدميها او الاكلات اللي انتي بتستخدميها. طبعا ده شهر 2، شهر الخير، شهر اصلا التفريزات كلها عامة. اول حاجة بقى كده هنسمي الله ونعرف احنا عملنا الحاجات دي ازاي، حاجات بسيطة جدا وبكميات بسيطة جدا مليتي الفريزر بتاعك طول الشهر. اول حاجه الخضار، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده مصحصح وحلو قوي وموجود كتير ومتوفر في السوق. وكمان الحزمه زي ما انتم شايفين كده كبيره. عايزه اقول لكم ان انا يعني الخضار ده انا جايبه التلات ربط ب5 جنيه. انتوا متخيلين؟ السبانخ لا، السبانخ كانت متهيألي بالكيلو، فانا جبت 3 كيلو 6 ربط في الحدود دي. السبانخ ما كترتش منها علشان محدش بياكلها كتير، والخضار برضو قلت يعني ما كترش منه قوي، بس خليه في الفريزر للسبانخ للمحشي كده. حتى الحاجة الوحيدة اللي انا ما عملتهاش لسه هو الكرنب، ما فرستش الكرنب علشان لسه ما كنتش جبته بصراحة. فالحاجات دي كانت موجودة عندي، فقلت خلاص افرز معاكم اللي موجود دلوقتي وعشان نشجع بعضين. اول حاجة بقى جبت السبانخ بتاعتي هي والخضار، غسلتها كويس جدا جدا، شطفتها بمية مرة واتنين، مية جارية. وبعد كده حطيت السبانخ في مية ومعاهم معلقتين خل عشان يقتلوا اي يعني بكتيريا فيها او اي ميكروبات فيها او اي حاجة وحشة يعني يقتلوها. فحطيت كده حبة مية على حبة خل، والخضار نفس الطريقة. وبعد كده شطفتهم مرة واتنين وتلاتة وبعد كده سبتهم يتصفوا. وبدأت اول ما هم نشفوا خالص حطيتهم على فوطة مطبخ. اول ما نشفوا رحت جاية مقطعاهم كده عشان ما اقطعهمش معاكم يعني وناخد وقت الفيديو كله تقطيع. حاجة تانية، اول حاجة بقى بدأت فيها حطيت حلة على النار كده، وجبت البسلة بتاعتي ورحت جايه حطاها. احنا عارفين ان هي مش كتير، البسلة ما كانتش يعني كتيرة، كانت 3 كيلو. فانت لو هتفرزي اكتر فانت هتحطيهم على مرتين. انا حطيتهم هنا في المصفى بحيث ان انا احطهم في قلب المية السخنة يتقلبوا بس كده دقيقتين، وبعد كده اخدهم بالمصفى زي ما هما احطهم تحت المية الجارية. او لو عندك مية ساقعة حطيهم تحت مية ساقعة من الفريزر. بس كده كده احنا في الشتاء فالجو مش مستاهل ان انتي تسقعي ميه، كده كده الميه بتنزل ساقعه اصلا. اول حاجه حطيت حاجه يعني ايه المكون اللي هيحفظ معايا البسله ويخليها ما تنشفش وما تاخدش مني وقت طويل في السوى وتفضل محتفظه بلونها وبطعمها. هنحط معلقه كربوناتو الصوديوم، كربوناتو اللي بيتجاب من عند العطار ومعلقتين سكر. السكر كمادة حافظة، الكربوناتو هيخلي الشكل زي ما هو كأنك لسه جايباها فريش. بص بقى هنا خلاص بعد ما غسلتها شطفتها مرة واتنين لحد ما سبتها تبرد تماما، حطيتها على فوطة، صفيتها في مصفى بتاع 5 دقايق، وبعد كده حطيتها على فوطة قطن فردتها لحد ما نشفت تماما، سبتها لاخر الفيديو. طبعا الحاجات دي انا بعملها معاكم يعني البسله بدات بيها عقبال ما هي تنشف خالص آه، اجي احطها في الكياس تكون هي نشفت. مش هينفع تحطي التفريزات بتاعتك في ميه، يعني مش هينفع تغسلي التفريزات بتاعتك، الحاجات اللي عايزه تتغسل وتلاقيها منديه وتحطيها في اكياس، استحاله تعملي كده. اول حاجه مش هتعيش معاكي، هتسمر منك، هتسود منك، هتحسي الطعم مش احسن حاجه، فطريقه التفريز مش تبقى احسن حاجه. اهم حاجه امشي على يعني في قواعد بسيطه كده عشان التفريز بتاعك ينجح معاكي. فلازم تعملي الخطوات البسيطه دي. خدي بالك قوي اوعي تفرزي اي حاجه فيها ميه، مش هيبقى ليها روح. جبت بقى هنا الفلفل الالوان ده كان الكيلو ب60 او ب70، مش كان غالي قوي، بس انا ما جبتش كتير. انا جبت لونين، الاحمر والاصفر، وكمان الاخضر مش عارفه كان عامل في حدود 20 او حاجه و20. بس الاخضر موجود معانا وليه روح شويه عن الاحمر والتاني، واللون اللي هو الاحمر والاصفر يعني. ما تكتريش منهم علشان خاطر هم اصلا ما لهمش روح، بس انا جايباهم لشاورما، لكبده، احطهم مثلا لشيش طاووق يعني يبقوا موجودين عندك. عملتهم 3 اكياس او 4
فانتي هنا حاولي ما تكتريش في فلفل الالوان، ولو مش حابه تضيفيه خالص او مش حابه تخزنيه مفيش مشكله، هو اصلا كده كده غالي فهو هيفضل سعره كده وممكن يقل كمان. حاجه تانية بقى جبنه القلقاس، انا ما كنتش جايبه قلقاس كتير، انا جبت 2 في حدود 2 كيلو، 2 كيلو الا ربع، فمرضتش ان انا اكتر في القلقاس لان مش يعني مش كلنا بناكله، ما فيش حد كتير بياكله. تمام كده. القلقاس طبعا معروف ان هو بيتعمل، في ناس بتعمله اخضر وفي ناس بتعمله احمر زي التسبيكه العاديه، وفي ناس بتعمله اخضر بالخضار، انا عن نفسي بحبه اخضر. هنا لا بيحبوه احمر. تمام. جبت القلقاسه بتاعتي، هي كانت متقشره كده، هم مقشرينها لي يعني شايلين من عليها الطبقه اللي هي السمراء. جيت انا بقى كملت اكتر، يعني تقشيرها اكتر، لازم تشيلي القشر تماما، اللي هو اللون ده لازم تقشري، ما تقشريش اللي هو على بسيط او على خفيف، لا لازم تشيلي طبقه كبيره زي ما انا بشيلها كده علشان خاطر توصلي للطبقه الاساسيه بتاعه القلقاس. وبعد كده بدات ان انا بصوا انا ايدي نضيفه جدا، الرخامه نضيفه جدا، معرفتش اقطع القطاعه، حسيت ان هي مش هتنجز معايا. القلقاس كمان عايزك تبقي يعني عافيه شويه، عايزه عصب، فاهمني؟ طبعا السكينه الصغيره دي انا برتاح ليها من ضمن السكاكين اللي عندي كلها، بس كان لازم ان انا اعمله بسكينه اكبر. فاكتر حاجه تعبتني هي القلقاس في التقطيع، هي كانت القلقاس بصراحه. بس هقولك اوعي تغسلي القلقاس مش بيتغسل تماما، محدش يقولك خلاص قطعيه واعملي فيه اللي انتي عاوزاه وبعد كده حطيه تحت ميه جاريه وسيبيه على فوطه ينشف، اوعي تعملي الحركه دي، هيتعبك قوي، هيبقى فيه ينزل الماده اللزجه بتاعته. طول ما انت تغسلي فيه هيفضل ينزل في الماده بتاعته، فاوعي تعملي الخطوه دي تماما، تلاشيها. اهم حاجه تبقي فوطه معاكي، فوطه مطبخ، فوطه نظيفه بتستخدميها للاشياء اللي هي زي كده، والقلقاس معاكي هيبقى تمام، ما فيهوش اي حاجه، بس اوعي تجيبي ميه على القلقاس او على ايدك. بصي بقى يا ستي، احنا كده خلصنا كل حاجه تمام التمام، وكل حاجه واقفه على التعبيه تمام كده. عملنا فلفل الالوان قطعناه جوانح اهوت، لو هتعملي شاورما هتعملي يعني اي حاجه هتحتاجيها تمام. اول حاجه ما تكتريش في فلفل الالوان، ليه بقى؟ فلفل الالوان ملهوش روح، عشان نبقى صراحه مع بعض، فلفل الالوان ملهوش روح تمام كده. يعني هو اصلا غالي، انا جايباه ب50 الكيلو، وانا ما جبتش كتير عشان هو كده كده ملهوش روح ومش بستخدمه كتير. تمام. هنستخدمه في الشاورما، نستخدمه في الحاجات دي بس وخلاص. وكمان جبت الفلفل ده موجود على طول، بس حبيت برضو ان انا افرزه يبقى معايا كل حاجه جاهزه. تمام كده. هنبدا بقى اول حاجه نعبي كده. هنا معانا اكياس بتاعتنا، دي اكياس ثلاجه، معانا كل حاجه جاهزه، الخضره جاهزه والسبانخ جاهزه، كل حاجه واقفه على التعبيه تمام كده. نبدا بقى كده نسمي الله. اول حاجه لازم تحفظي الحاجات دي كويس جدا وتخرجي منها الهواء. هنبدا نعبي. ثواني، انا مش هلبس جوانتي ولا اي حاجه، تمام، هتعمل بايدي. بصي اول حاجه بقى كده سمي الله، ونبدا نعبي كده القلقاس على حسب ما انتي الطبخه بتاعتك. يعني شوفي انتوا مثلا بتعملي الطبخه بتاعتك انتوا كم، يعني عدد اسرتك قد ايه، واعملي. تمام. احنا كده كده هنبقى في صيام، يعني هنبقى في صيام، مش مستحب ان انت تبقي اكل تاني يوم. تمام. هو ده يعني الكميه الكافيه بالنسبه لي انا. شوفي انت الكميه الكافيه ايه واعملي. تمام كده. نبداوا بقى قبل ما تقفليه تخرجي منه الهواء، تعملي كده، تخرجي منه الهواء على قد ما تقدري. تمام كده. انا كده عملت ايه، خرجت منه الهواء. ونبدأ بقى نخلص من حاجة. بص القلقاس مفيهوش نقطة مية، بص القلقاس مفيهوش نقطة مية، عشان يبقى حلو معاكي اوعي تحطي يعني تغسليه، محدش يضحك عليكي ويقولك اغسليه، اوعي تغسلي القلقاس بتاعك. تمام. انا هنا كنت جايبه القلقاس كيلو ونص، ما كترتش لان ما بحب، يعني مش بنحب القلقاس كتير. تمام. بس انا قلت يبقى موجود عندي بحيث ان انا هفرجه معاكم، يبقى كل حاجه موجوده في الفيديو، وكمان تبقى عندي في التلاجة، يعني ممكن يجي لي حد بيحب القلقاس، ماما،
كده يبقى عندي كل حاجه. وبعدين انتوا عارفين بقى في رمضان لازم تفتحي الفريزر، بيبقى الوقت ضيق، تفتحي الفريزر تلاقي كل حاجتك موجوده عندك. بصي اهم حاجه تخرجي منه الهواء. انا مش هقفل ولا هتك عليه غير لما اعرف ان الهواء كله يعني اتاكد ان الهواء كله خرج منه. تمام كده. بصي تضغطي عليه كده وتتاكدي ان الهواء خرج. الحاجات دي انا كنت هحطها في اطباق، يعني انا كنت هفرزها معاكم في اطباق، بس قلت لا خلينا في اكياس احسن عشان الناس يعني ما يبقاش موضوع مكلف قوي موضوع الاطباق. تمام. هي الأكياس دي جميله عامه وحلوه وبتحفظ، وكمان الاطباق هتاخد معاكي مساحه في التلاجة. انا مش عايزه كمان مساحه، يعني انا عاوزه الفريزر بتاعي عشان انا ما عنديش ديب فريزر، فانا عندي تلاجتين هحط التخزينات في تلاجة واللحوم في تلاجة تانية. تمام. فانا ما حبيتش ان انا اعمله برضو في اطباق، يعني قلت خلي الاطباق بقى للفراخ واللحوم والحاجات دي. اول حاجه احنا خلصنا بقى من اول حاجه، شلنا ايه كده. بصوا خرجي الهواء منه كويس جدا علشان خاطر ما يحتفظش بتلج، يعني ما يبقاش جواه تلج، ما يبقاش الكيس فيه تلج. الكيلو ونص عملوا لي يعني يعتبر كيس، كأن كل كيس فيه نص كيلو، يعني الكيس بتاعي كأن كل كيس فيه نص كيلو. تمام كده. خلصنا من القلقاس، ندخل بقى على خلينا في السبانخ عشان انا معبيه نصها، فخلينا في السبانخ. تمام. بس اسكت. ماما نعمين. تعال. حاضر. نادي الياسين، نادي الياسين. طيب انا هستكفي ان السبانخ تبقى 4 اكياس بس، انا عبيت 3 كده، يبقى فاضل الكيس ده يبقى الرابع. نعم. حاضر. بصوا حلوة قوي قوي قوي، ولا واخده مساحه ولا تاخد مكان ولا اي حاجه، حتى لو خدت مساحه بسيطه بس انتي فرستي الحاجه زي ما هي، يعني ما تحطهاش على النار وتقولي اديها نص، يعني اديها تشويحه بحيث ان هي ما تاخدش مساحه. ازاي يا جماعه؟ دي اصلا يعني دي ورقيات، يعني حاجه رقيقه، مش مستاهله ان هي مسافه ما تشم النار، هي خلاص انت دخلتيها في سوا. اصلا الفريزر بيسوي الحاجه، فانت اما تيجي تطلعيها يبقى فين بقى القيمه الغذائيه اللي فيها؟ خدي بالك، خليها زي ما هي كده احسن. كفايه ان احنا بنفرز الحاجه، يعني كفايه قوي ان احنا يا جماعه بنفرز الحاجه، يعني مش هنبقى بنفرزها وكمان بنبوظ القيمه الغذائيه بتاعتها. بصوا بقى ده هعملها بدبوس. تمام. استنوا، تعمليها بدبوس كده وتتاكدي ان الهواء بتاعها طلع منها بس. تفرغيها كده. اهم حاجه ما يبقاش فيها هواء. الدبوس يعني اما تنغزيها نغزه كده تشوكيها مش هيحصل حاجه، بس احسن ما يبقى جواها هواء وتبقى متلجه، عشان احنا مش عايزين التلج يطولها، مش عاوزين التلج يطولها. تمام، عشان ما تسمرش او ما تسودش. بصوا الكيس بقى عامل ازاي. خلاص بصوا اهو مفيهوش هواء، وتاكدنا ان الهواء كله خرج كده كده. حتى لو انت خرجت الهواء وبتعمليه فلازم تعملي برضو حركه الدبوس دي، عشان هتلاقي فيه بعض الهواء، فقاقيع الهواء.
بصوا الكاميرا هنا وانا ببص هنا، يعني المفروض ان انا ابص هنا، مش عارفه ابص هنا ليه، بس ماشي ما علينا، مشوها زقوا اليوم معايا. قشطه قشطه كده. خلصنا من ايه؟ خلصنا من البسله. ندخل بقى في ايه؟ من اسمها ايه السبانخ. ندخل بقى في ايه؟ في الخضره. ثواني. بصوا الخضره انا عملت ايه. انا ما ضغطتش على القفله قوي، ما ضغطتش على القفل بتاعها اهو لحد ما خرجت الهواء منها. بصوا مفيش هواء تماما. بصوا الهواء بيخرج هنا عشان انا مش قافله كويس. راح جايه بقى شده دي كده واعمل الخضره كده بحيث ان انت لما تحطيها تبقى سهله الفكاكين. تمام ادي كده خلاص الخضار. اخلص الخضار وارجع لكم. نيجي هنا بقى، خلصنا من الخضار، نيجي هنا بقى للفلفل. تمام. بس يا ستي حطي على حسب استخدامك، يعني انا هنا مش عايزه تحطي خالص، مش عايزه تجيبي يعني فلفل الوان ما تجيبيش عادي. تمام. هو كشكل يعني كشكل الوقت ما عنديش حاجه في التلاجة، عايزه اعمل كبده، عايزه اعمل شاورما، بصي بيبقى شكله حلو قوي قوي قوي. بصي هخرج منه الهواء برضو واخلص الكميه وارجع لكم. بصوا بقى يا حلوين، انا هنا عشان ما اضيعش وقتكم معايا واجري الفيديو تجريه كتير، اول حاجه عملت البسله كمان. تمام كده عملت البسله اهي، بس لسه هحط الجزر. قلت اعبي البسله معاكم واخلي الجزر اخر حاجه. انا هحط البسله على الجزر بس مش هفرطهم مع بعض، يعني مش هلخبطهم مع بعض، هخليهم كده ايه فوق. تمام. برضو حطيت البسله على حسب يعني على عدد اسرتك، على حسب ما انت بتحبي تعملي كده. تمام. بصوا انا عملتهم 4 اكياس كده او 5، مش عارفه عملتهم 4 أو 5. ثواني. حلو قوي كده. اصلا ده هيبقى زياده علينا كمان لان لسه يبقى معاه بطاطس. بصوا في ناس بتحب تحط تعمل بسله مع يعني بسله وجزر بس ما بيحبوش يحطوا بطاطس، لا احنا بنحب نحط بطاطس. وفي ناس بتحب تحط بطاطس اكتر من جزر، الجزر يبقى يدي تسكيره وطعم يعني لون كده. انا عن نفسي بحب الاتنين عادي، بس عندي هنا بقى صعب شويه. بصوا هنا خلاص ده اخر الجزر. وكمان عملت طماطم كنت جايباها وغسلتها وحطيتها كده في قلب ميه، حطيتها قصدي على النار من غير نقطه ميه، وسبتها لحد ما اتبخرت خالص ونزلت الميه بتاعتها. وبعد كده بدات بقى تغلي كويس قوي مع نفسها، وضربتها في الخلاط وصفيتها. مش عايزه تصفيها براحتك، بس خلاص يعني طالما اتعملت على النار وكده لازم تتصفى، لان القشر بتاعها بيبقى صعب شويه، صعب في الهضم يعني ملهوش لازم. انت بتصفيها ما بتطلعش معاكي كميه كبيره. اول حاجه خلاص بصوا زي ما احنا متفقين، خرجت كده الهواء من هنا من اكياس. انا كده ال3 كيلو بتوعي عملوا 5 اكياس، المفروض كانوا يعملوا 6، كل كيس يبقى نص كيلو، بس عادي بقى انا خليتهم 5 اكياس وخلاص. بصوا حلو قوي لما يبقى 5 بسله ما شاء الله، 4 أو 5، 4 سبانخ، 5 قلقاس او 3 قلقاس، 4 قلقاس. يعني ما انتوا مش كل يوم يعني هتعملوا طبيخ، يعني في يوم هيبقى شاورما، في يوم هيبقى كبده، هيبقى اكل شعبي، مش كل يوم هيبقى طبيخ فاهميني، ومش كل يوم هيبقى صنف واحد بس. يعني لما تجيبي حاجه وتفرزي منها مثلا 4 5 مرات، يعني لو 4 اكياس وكل اسبوع عملتي مره، ده في شهر رمضان، انا بتكلم على شهر رمضان. انا جايبه
مش حاجات كتير. يعني انا مثلا انا واحده قاعده في البيت، يعني انا ست قاعده في البيت، فمش شرط ان انا يعني اجيب كل حاجه واعملها. لا، ما تخلص اعملها. يعني مثلا كل شهر اعمل مره تفريزات كده، تفريزات لحوم. انا عامله الحاجات دي بس عشان خاطر نتشجع مع بعض، وعشان برضه تفضل موجوده معايا. في شهر رمضان بيبقى الوقت قصير جدا، بيبقى النهار قصير. تمام. فقلت تبقى الحاجه عندي جاهزه. بصوا، حلو قوي كده. شايفين؟ بصوا بقى الطماطم ما كانتش حمرا قوي، فرحت جايبه بنجرايه. جبت بنجرايه وضربتها معاهم، يعني سبتها تتسلق معاهم يعني تتحط على النار تتسبك مع الطماطم، وبعد كده رحت جايه ضربها في الخلاط معاهم. خلت لونها جميل واحمر. ممكن تكون لونها فاتح بس هي لونها اغمق من كده، هي بس عشان الكاميرا والاضاءه. تمام كده. بصوا كده بقى فرزنا كل حاجه ناقص الكرنب. للاسف ان انا ما جبتش كرنب، بس اكيد لازم اجيبه وافرزه، لان ده اكتر حاجه بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد غلبه. لازم اجيبه، يعني افرز حتى كام طبق، يعني مش شرط كتير بس لازم افرز كام طبق، لا انزله معاكم لا اما اعمله لوحدي. تمام كده. بصوا الميزه هنا في الكياس، الميزه في الكياس ان هي مش بتاخد مكان ولا مساحه. بصي الكيس بقى عامل ازاي، ممكن تطبقيه كده، ممكن تسيبيه مفروض كده وتحطيهم على بعض. بصي كده مش هتاخد مساحة، لكن الطبق هياخد معاكي مساحة. يعني الطبق ممكن ياخد زي 2، لو حطيت فيه نفس الكمية دي في طبق كده هيبقى كأنك طبق. لا، فاحنا نستغل المساحة عشان خاطر لو هنحط مثلا كام حاجة هيبقى عندنا مساحة. بصوا 3 اكياس مش هياخدوا مفروض. انا برضه عملت الطماطم على حسب، محتاجة اكتر هتطلعي كيسين، محتاجة مثلا انا عملها على قد كيس البسلة، يعني احط الصلصة اعمل كده، وكمان هتبقى كتير. وانا لسه هجيب طماطم تانية وهفرزها مع ان شاء الله مع الكرنب. هفرزها ولو يعني هشوف لسه هفرز ايه تاني، لو في حاجة لسه ما عملتهاش اكيد هعملها. تمام كده. كده بقى احنا خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وقولي لي فرزتي ايه وبتفرزي ازاي وبطريقة ايه. وقولي لي يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبك. وما تنسوش تحطوا لي لايك عشان تعبت، والله لايك عشان تعبت فعلا. بصوا بقى هنا خلاص وصلنا لنهاية الفيديو، وهقلب الكاميرا دلوقتي وتشوفوا احنا عملنا ايه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اتعبي يوم واحد وهترتاحي شهر، مش هقولك هترتاحي سنة، لا اتعبي يوم واحد بس وهترتاحي عليه شهر. هترتاحي شهر وهتنسي هم اي حاجة. وكمان عايزة اقولك على حاجة، الخضرة لما بتجيبيها اول حاجة بيبقى طعمها حلو، بتبقى لسه في اوانها، كمان بتبقى مش غالية. اما بتجيبي الحاجات بتاعتك التفريزات بيبقى طعمها حلو ومش غالية يعني في اولها، فبتلاقيها مش غالية ومتوفرة كتير في السوق، غير لما انت بتيجي تجيبيها في ميعاد غير ميعادها. دي حاجة تانية، ما تنساش نطلع الهواء من الكياس، نضغط عليه كده لحد ما الهواء يطلع. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون افدتكم، يا رب اكون فدتكم. انا خلاص بجد فصلت، اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة، باي باي. هقلب لكم الكاميرا وتشوفوا. واوعي لحد دلوقتي تكوني لسه بتشوفيني وما حطيتيش لايك، حطي لايك وسيبي لي كومنت حلو. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، كده خرجنا كل الهواء من الكياس، ضمننا ان الكياس ان شاء الله الخضروات اللي جواها هتعيش فيها، هتعيش اطول فترة ممكن زي ما هي. الجزر نفس النظام، البسلة نفس النظام. هتطلعي الكيس والطريقة دي هتعمديها، اوعي تفرزي البسلة زي ما قلتلك يعني تفرطيها وبعد كده تحطيها في اكياس، اوعي تعملي كده. هتطلعيها وهتلاقيها مش احسن حاجة، مش هتديكي النتيجة اللي انت بتاكليها كأنك لسه شارياها دلوقتي طازة. لا، اعملي الطريقة دي هتفضل محتفظة، مش هتاخد وقت طويل في السوى. الناس اللي بتشتكي من ان هي بتقعد وقت طويل في السوى، لا مش هتقعد وقت طويل في السوى. طبعا كمان عملت الطماطم فرستها وحطيتها في اكياس كده. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة، باي باي.